السلام عليكم. النهارده معانا الشاري تيجو 4 برو، عربيه صيني ولكن بيتم تجميعها في السوق المحلي عندنا بمعرفه جي بي اوتو، والعربيه الحقيقه شكلها حديث وشبابي وشكلها يعتبر حلو. فتعالوا يلا مع بعض نشوف العربيه دي بتقدم ايه بالظبط. مع ارتفاع قيمه السيارات اظن بقى لازم نعمل لها فيلم حمايه اصلي من مكان محترم، وانا دائما ما برشح كاربروجيني. بقالنا سنين متابعين شغلهم وشايفين مدى الكفاءه والمصداقيه والاحترافيه اللي عندهم، وعدم تنازلهم عن معايير الجوده، ودايما استخدام الحاجات الاصليه فقط. كاربورجيني دلوقتي بقوا اقرب ليك من اي وقت قبل كده، لان هم موجودين في التجمع والشيخ زايد والمنصوره، وكمان فتحوا فرع جديد في السعوديه. العربيه بتتجمع عندنا في 3 فئات، اول فئتين منهم بموتور تنفس طبيعي، القوه بتاعته 111 حصان و138 نيوتن عزم، والفئه الثالثه زي سياره التجربه بتيجي بال 1500 تربو، بيولد قوه 145 حصان و210 نيوتن عزم، والعربيتين متصلين بعلب تروس سي في تي. وبالاضافه لاختلاف المواتير ففي شويه فروقات طبعا في الكماليات وفي التجهيزات بتاعه الثلاث فئات، ولو عايز تعرف الاسعار بتاعتهم دوس على اللينك ده بتاع موقع هتلاقي عشان تعرف الاسعار الرسميه والاسعار بتاعه السوق، او استنى كمل معانا الفيديو للاخر عشان تعرفها في التقييم النهائي للعربيه. لو بصينا مع بعض على مقدمه العربيه هنلاحظ ان الشبكه الكبيره المحلاه بقطع من الكروم او يعني معدن لامع كده بتميز الوش بتاع العربيه. الفوانيس الفول ال اي دي سواء في الواطي او في العالي، كمان موجود عندنا الاضاءه النهاريه اللي بيبقوا الاثنين دول ال اي دي، والعربيه مفيش فيها حساسات ركن قدام، وهنا في فتحات تهويه عشان خاطر الموتور مع الشبكه، ومفيش اي حاجه تانية. الموضوع بسيط جدا من قدام. من الجنب هنلاحظ الشكل بتاع الجنود بتاعه اعلى فئه، وكمان الطنابير الحمراء اللي انت هتعرف منها ان دي اعلى فئه ولا لا. الكاوتش مقاس 215 55 على جنط 18. هنلاقي برضو في بعض الحليات الحمراء هنا موجوده مع البيانو بلاك اللي في العتب تحت، ده برضو الاضفاء مظهر رياضي على العربيه. المرايات اللي فيها الاشاره ال اي دي وهي طبعا ضم كهرباء. الابواب اللي فيها البصمه، كمان العربيه فيها حساس اقتراب، لما بتقرب منها بتفتح ولما بتبعد عنها هي بتقفل. في روف راكس موجوده على السقف، وخط السقف ماشي المشي التقليدي بتاع اي عربيه كروس اوفر او اس يو في. الازاز اللي ورا ملون، درجه التعتيم بتاعته تعتبر كويسه جدا. والسي بيلر هنا مش هنلاقي فيه ازاز، موجود كله صاج، فدي احيانا بتشكل نقطه عاميه اثناء السواقه. والموضوع كله مع اللون الاسود بتاع البلاستيك والكروم اللي محطوط مع الاحمر والاكسنتس اللي موجوده في العربيه مدياها بصراحه شكل ظريف. شنطه العربيه حجمها 340 لتر، لو شلت الرف ده ممكن يعني تزود المساحه بتاعتها شويه. الارضيه بتاعتها فيها شفه تحميل بسيطه، ارتفاع مثلا 5-7 سم، وتحت الارضيه هنلاقي الاستبن الموفر للمساحه، ومفيش اي مساحات تخزين الا حاجات بسيطه جدا حواليه. الكنبه بتنزل بمقدار التلت والتلتين، وما عندناش اي حاجه تانية اكتر من كده. ولما هنقفل الشنطه هناخد بالنا ان ظهر العربيه الفوانيس اللي مستخدمه فيه برضو ال اي دي، موجود هنا كلمه 4 برو، فيهم برضو اكسنتس حمراء حوالين الكلام. العلامه بتاعت شيري، الكاميرا بتاعت الرؤيه الخلفيه النقاء بتاعها يعتبر ضعيف جدا، وحساسات الركن الخلفيه بتاعت العربيه. وفي هنا فتحات كده مديه شكل شكمان مش حقيقي، فيك اكزوست، مع شويه تطعيمات هنا بالمعدن اللامع ده الشبيه بالكروم، والبلاستيك هنا واخد لونين، والازاز والسبويلر ولمبه الستوب. وتحس ان تصميم القسم الخلفي مع باقي العربيه تصميم متناسق وكله متوافق مع بعض. الخامات المستخدمه في اعلى الباب الامامي تعتبر لينه، القسم اللي هنا بلاستيك ولكن برضو الملمس بتاعه مش وحش. هنا كله جلد، وهنا برضو فيه جلد ناعم عشان تسند عليه ايدك. وحده التحكم في الزراير شكلها حلو. الاستيتشنج الاحمر اللي موجود في عربيه التجربه مع اللون الاحمر اللي مع الجلد الاسود اللي مستخدم فيها برضو مديها طابع رياضي وشكل جميل. ولكن هنا بقى الجيوب بتاعه الابواب ضيقه جدا، يا دوب بتاخد ازازه من الحجم ده، وتقدر هنا تحط المحفظه بتاعتك وفوطه او اي حاجه، والسماعات بتاعه النظام الصوتي اللي يعتبر متوسط. الخامات المستخدمه في الابواب الخلفيه اقل بكتير من اللي قدام. البلاستيك اللي هنا اللي هو الناشف ده كذلك، هنا الحته اللي بتحط عليها ايدك برضو ما هياش طريه قوي، ولكن هي تعتبر مبطنه بالجلد. الجيوب برضو ازازه صغيره وحاجه تانية جنبها. كمان زاويه فتح الباب تعتبر معقوله الى حد كبير لو عايز تحط كرسي اطفال في نقاط تثبيت كراسي الاطفال للايزوفيكس. الكنبه الخلفيه جلد، فيها برضو تجويف كده بيحتضن الجسم، فيها برضو الحليات الحمراء دي مع التطريز الاحمر. هنلاقي جيوب تخزين في ظهر المقاعد الاماميه مع فتحات تكييف لركاب القسم الخلفي، منفذ يو اس بي تايب اي ومساحه تخزين هنا، في مخدع موجود هنا، وفي 2 حاملات اكواب. لما هتيجي تقعد ورا هتلاقي ان مساحات الركب ما تعتبرش مميزه. انا متوسط الطول 174 سم تقريبا، والكرسي ده متظبط على وضعيه قيادتي، فدي مساحه الركب. بالنسبه لمساحات الاقدام تعتبر كويسه، تقدر تمد رجلك تحت الكرسي اللي قدامك وتوسع لنفسك شويه هنا. مساحات الرؤوس تعتبر برضو معقوله، ولكن اعتقد لو انت فوق ال 180 مش هتبقى قاعد مرتاح ورا. وبيعزز وجهه النظر دي ان مساحات الاكتاف كمان ما هياش مميزه خالص في العربيه، لان العربيه تعتبر
تعتبر دون المدمجه، فهي اتنين كبار قاعدين ورا هيبقوا مرتاحين جدا، او لو في طفل صغير قوي في النص ممكن العربيه ساعتها تساعهم. مساحات الرؤوس لو انت قاعد في النص تعتبر كويسه، الارضيه شبه مسطحه ممكن برضو تبقى رجلك مرتاحه، ولكن زي ما انتم شايفين مساحات الاكتاف اللي حواليا دي ما تقعدش اتنين كبار جنبي خالص. القسم الامامي هنلاقي كراسي بتصميم رياضي ليها اجناب مرتفعه شويه عشان خاطر تمسكك في الملفات، فيها برضو الجلد اللي هو الاسود مع الاحمر. هنلاقي المسند هنا فيه التطريز اللطيف ده، تحت المسند فيه مساحه تخزين محترمه ومهواه، وعندك هنا كاب هولدرز ومكان للتخزين بيتحركوا معاك رايح جاي بحيث انك تقدر تتعامل معاهم بمرونه. الكونسول معظمه من البلاستيك، وهنا عصايه الفتيس الشيفت باي واير، وراها الهاند بريك والاوتو هولد، وهنا مكان الشاحن اللاسلكي، وحده التحكم في التكييف بتاع العربيه، وحاطط لك برده فوق زراير فيزيكال عشان خاطر تتحكم في التليفون والانتظار وتعليق وتوطيط الميديا وقفل الشاشه بتاعه النظام المعلوماتي. الشاشه الرئيسيه مقاس 10 وربع بوصه، التحكم فيها سهل والنظام يعتبر بسيط. اهم حاجه ان فيها اندرويد اوتو وابل كار بلاي بنقاء متميز جدا لما بيبقى شغال عليها الجوجل مابس. كمان عن طريقها بتعمل السيتنجز او الضبط بتاع العربيه. هنا الزرار بتاع تدوير وتبطيل العربيه، وهنا فتحات التكييف، المكان بتاعها مناسب. التكييف بتاع العربيه يعتبر جيد، الجو برضو الايام دي مش حر قوي وهو بياخد وقت احيانا على ما بيبرد. الخامات المستخدمه في التابلو اجمالا تعتبر مواد لينه، سواء القسم العلوي او الجزء اللي هو الجلد الصناعي اللي موجود هنا. اللونين برضو الاحمر والاسود والتطريز باللون الاحمر. والديركسيون بتاع العربيه متعدد الوظائف، الجزء اليمين للتحكم في التليفون والميديا، الجزء الشمال للتحكم في مثبت السرعه، وهو تلسكوبيك الضبط بتاعه لقدام والورا والفوق والتحت. هنلاقي ورا الديركسيون لوحه العدادات الديجيتال في سياره التجربه، بتعرض برضو المعلومات الاساسيه سواء استهلاك الوقود او التريب كمبيوتر، وكمان بتعرض لك اللي هو الضغط الهواء بتاع الاربع اطارات ودرجه الحراره بتاعت كل كاوتش. وبالاضافه للمسند هنلاقي مساحه تخزين تحت الكونسول، هنا فيها منفذين يو اس بي تايب اي، وموجود هنا مكان عشان لو عايز تحط عليها شنطتك او اي حاجه. وكمان الدرج بتاع التابلو اللي بينزل بطريقه هاديه كده يديله شويه فخامه وان كان غير مبطن من الداخل. واجمالا اقدر اقول ان التقفيل بتاع العربيه يعتبر جيد، والخامات المستخدمه فيها تعتبر جيده في المجمل، مع شويه الدلع والكمالات اللي هي مدياها لك. كراسي اللونين، الكرسي الكهرباء بتاع السواق، فتحه السقف العاديه اللي موجوده فيها مش بانوراما، مكان النضاره، الاضاءه ال اي دي، موضوع انها بتفتح لما بتقرب لها وبتقفل لما بتبعد عن العربيه، امكانيه برضو التدوير عن بعد عشان لو عايز تشغل التكييف قبل ما تركب العربيه. فكل الحاجات دي لازم نحطها في الايجابيات بتاعه التيجو 4 برو. وضعيه الجلوس في التيجو 4 برو تعتبر مرتفعه، يعني انا منزل الكرسي على اقل مستوى ليه وانا مش طويل قوي، ورغم كده انا حاسس ان انا قاعد عالي في العربيه. بيساعدك في انك تبقى كاشف كل ابعاد العربيه خصوصا الجزء الامامي منها. كمان المساحات الزجاجيه اللي في العربيه تعتبر محترمه جدا، وبتوفر رؤيه ممتازه في جميع الاجناب، باستثناء يمكن لو في نقطه عاميه في القايم الثالث السي بيلر، لان مفيش فيه ازاز. فلو بتضم من طريق فرعي على طريق رئيسي لازم تبقى مخلي بالك وتبص كويس في المرايات اللي برضو بدورها بتوفر رؤيه جيده جدا. ورغم ان العربيه بتاعت التجربه اللي معانا هي نسخه الموتور التربو، الا ان انت لازم يبقى في دماغك دايما ان العربيه دي عربيه اقتصاديه في الاساس، وبالتالي هي مش بتاعه السائق المتطلب قوي. وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض في تجربه الاداء، ونشوف الدرايفنج اكسبيرينس بتاعت العربيه عامله ازاي. العربيه فيها 2 درايفنج مودز او انماط قياده، النمط الاقتصادي اللي هي عليه، وفي النمط الثاني الرياضي بيغير لك التابلو للون الاحمر ده. تعالوا نفصل كده التراكشن، انا ما جبتش طبعا الدراجي ومش هفصل التكييف، بس هنبص كده مع بعض نشوف التسارع بتاع العربيه عامل ازاي. قعدت شويه بس قامت طالعه اهي. دي ال 100 جت اهي. تعالوا نشوف كده قد ايه. هي عموما الفتايس السي في تي انا شخصيا ما بحبهاش يعني قلتها في كل الفيديوهات اللي جربت فيها عربيات سي في تي. تعالوا نشوف كده الملفات، الاداء بتاع العربيه في المنحنيات، التماسك بتاعها في ميل جسم ملحوظ. احنا نازلين على 90 كالمعتاد، هو رقم او سرعه 90 في الملف ده بالنسبه لي هي البنش مارك. فهي العربيه جايباها وما بتفقدش التماسك، معدل التراكشن اللي الكاوتش موفره كويس. ولما هتتعود على نظام التوجيه بتاع العربيه وميل البدن بتاعها هتلاقي ان انت بتقدر تدخل بيها ملفات بسرعه زياده شويه. ولكن لو الملف فيه مطب او فيه اي حاجه مباغته ممكن العربيه بتفقد التماسك شويه في القسم الخلفي منها، لان نظام التعليق اللي موجود فيها قوائم ماكفيرسون في الامام مستقل،
ولكن في الخلف تورشن بار او على دونجل زي ما بنقول كده بالبلدي. تعالوا نجرب نعمل تجربه تسارع وهي برضو على النمط الاقتصادي والتكييف شغال من 70 مثلا لحد 120 ونشوف هتعملها في قد ايه. الكيك داون على فكره مش بطيء. السي في تي في الحاجات دي بتحس ان هو بيجمع في الاول بسرعه كده، بس بعد كده طبعا بيهبط وبيقل منك. جابت ال 120 اهي، بتفضل شغاله الالارم بتاع ال 120 ده على طول. والعزل بقى بتاع العربيه من وجهه نظري يعتبر متواضع، ومع السي في تي والنعره اللي في الموتور انت بتحس ان الموتور على حجرك وانت في العربيه. خلينا بقى نفرمل تاني كده ونشوف. يعني زي ما شفتوا كده بالظبط الفرمله، انا بس عشان الملف اتحكمت فيها شويه في الستيرنج ونورت الانوار بتاعه الانتظار عشان تنبه اللي وراك ان انت بتفرمل فرمله مفاجاه. نظام التعليق اللي في العربيه بالاضافه للي انا لسه قايله فهو بيوفر راحه تعتبر معقوله، وان كنت ساعات بتحس بالنشوفيه بتاعه العفشه في المطبات اللي هي الصغيره دي بتاعه السرعه او المطبات المتتاليه او في عين القط. تعالوا نعمل اخر تجربه بقى ونشوف المطب الهواء بتاعنا حبيبنا كده هتتعامل معاه ازاي. وخلينا برضو واحنا بنختم تجربة الاداء نبقى دايما حاطين في دماغنا ان العربية دي عربية اقتصادية، يعني ما تطالبهاش بحاجة هي مش معمولة عشانها. نظام التوجيه بتاع العربية في حتة كده خدلانة كده نم زي ما بنقول بالانجليزي. العزل زي ما انتم شايفين الصوت عالي قوي ومضطر ان انا اعلي صوتي جدا رغم ان المايك فيه نويز كانسليشن. يعني بصوا في الدركسيون هتلاقوا فيه حتة، شايفين الحتة دي مش بروجريسيف، في حته زياده كده. فهي ما تطالبهاش او ما تدخلهاش في حته مش بتاعتها، هي بتقدم اداء مقبول جدا قياسا على التارجت اودينس بتاعها او الزبون المستهدف بتاعها. وجابت اهي 180. انا ما جبتش بيها بصراحه، دي اول مره اوصل بالعربيه بالسرعه دي رغم انها معايا بقالها حوالي 5-6 ايام. يعني ما اعتقدش انها هتعدي اكتر من كده. نفرمل بقى تاني. بس فهي دي تجربة الأداء. مواصفات الأمان اللي بتيجي في التيجو 4 برو تعتبر متوسطة. العربية الفئة الأعلى بتيجي ب4 ايرباجز والفئة الثانية برضو بتيجي ب4. الفئة الأولانية بتيجي ب2 ايرباجز بس، ولكن الثلاث فئات فيهم جهاز منع انغلاق المكابح الاي بي اس، فيهم توزيع إلكتروني لقوة الكبح، فيهم نظام الثبات الالكتروني الاي اس بي، برضه بتنزل فيها نظام لمراقبه ضغط الهواء في الاطارات، بتنزل فيها نظام للسيطره على السياره في المنحدرات والمرتفعات، وفيها اوتو هولد، وفيها الاضاءه الاماميه ال اي دي بالكامل هي والخلفيه، وملهاش تقييم على اليورو ان كاب ولا الايجن ان كاب، ما لقيتوش، لو لقيته هكتبه لحضراتكم على الشاشه. طيب ايه التقييم النهائي للعربيه دي؟ العربيه بتيجي بثلاث فئات زي ما قلنا، بتبدا من 865,000 لمليون 15 سياره التجربه زي اللي معانا بالظبط. فمع شكلها الحديث والباقه الشبابيه اللي هي بتقدمها والالوان وشويه الحاجات الفرايح اللي في العربيه تعتبر بتقدم باقه جيده في السعر ده. فيها مستوى كماليات جيد جدا، فيها تقفيل مقبول جدا، بتيجي من توكيل كبير وهو جي بي اوتو بمراكز الخدمه بتاعته اللي منتشره في جميع انحاء الجمهوريه، ولكن طبعا هي لا تخلو من العيوب. يمكن ابرز العيوب بالنسبه لي كانت العزل، خامات بعض المواد اللي مستخدمه في المقصوره، برضو شويه حاجات كده بسيطه في التقفيل. نظام التوجيه اللي موجود في العربيه زي ما شفتوا في اختبار الاداء مش اللي هو الدقيق، مش ملائم لذوقي الشخصي. عفشه العربيه ناشفه شويه، وكمان استهلاك البنزين في العربيه عالي، ما قلتش عن ال10 لتر لكل 100 كيلو متر معايا الا في حاجات بسيطه قوي، وما نزلتش عن ال9.5. فده مش الاداء او الاستهلاك بتاع سياره اقتصاديه. معرفش معدلات استهلاك الموتور التنفس الطبيعي ايه، ولكن برضو ما اعتقدش مع نفس الفتيس ده انها هتكون اقل من الارقام دي بفرق كبير يعني. وبالنسبه للاعتماديه اللي حضراتكم بتسالوا عليها كتير، دي مش هنقدر نحكم عليها دلوقتي، دي لازم العربيه يتم اختبارها في السوق المصري 2-3 لحد ما نعرف العربيه اولها من اخرها. كذلك عشان لو فيها اي عيوب في الدهان، اي عيوب خفيه في التقفيل، مش هتبتدي تبان الا مع تجربه المستهلك العادي اللي بتمتد لسنوات. والعربيه دي تصلح جدا انك تجيبها لابنك، تجيبها لبنتك، تجيبها لمراتك، حد يكون لسه بيبدأ حياته، او حد النهارده مش لاقي عربيه في حدود ال1,000,000 جنيه وتكون عربيه مناسبه كباكج بقى اجمالي، وعنده استعداد ان هو يتنازل عن حته هنا حته هنا عشان يقدر يجيب عربيه على قد الفلوس اللي معاه، خصوصا لو هو مش عايز يركب عربيه سيدان او مش عايز يشتري عربيه مستعمله. وفي الختام اتمنى ان انا اكون غطيت كل الحاجات المتعلقه بالتيجو 4 برو، وبرده جل من لا يسهو، فلو نسينا حاجه ان احنا نتكلم عليها في خلال الريفيو اكتبوها لنا في التعليقات. متشكر على المتابعه واشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله.